يلا بقى لو عندك رنجة قومي دلوقتي حالا، هخليكي تعملي احلى برطمان رنجة تسحبي منه على الاكل على طول. انا هنا بالمقص قصيت الراس، قصيت الديل، بشيل قشرة الرنجاية بكل سهولة. لازم طبعا الرنجة دي تكون سايحة بره التلاجة عشان تعرفي تتحكمي في القشرة وتطلع منك بسهولة. بفتحها سهل جدا من عند الظهر، بطلع لو في بطروخ بطلعه، بعد كده بطلع كل البطن، بشيل الشوكة اللي هي الطويلة دي السلسلة. بعد كده بصوا اللي هي الجنب بتاع السمكة، بشيل الحتة اللي هي بتبقى فوق دي، بنضف اي حاجة مش مستحبة في البطن. ممكن كمان نقص البطن خالص لو مش حابينها مثلا. اي بقى شوك بتشيليه، اي شوك بتشيليه من السمكه بنضفها كده. بعد ما اي حاجه مش مستحبه بشيلها، بخلص جنب بحطه في طبق نظيف. بعد كده بصوا شوفوا الشوك ده انا بطلعه، اي كده اي شوك انا بطلعه، بلاقيه بطلعه على طول. احنا عايزينها تكون زي الرنجه اللي بنشتريها من بره، مبقاش فيها اي شوك. نضفي البطن، وممكن زي ما قلت لك تتخلصي منها خالص لو انت مش حباها. دي رنجايه تانية اهو. بصوا انا شلت الراس اهوت، سهله جدا. شلت الديل. بصوا بشيل القشره ازاي، سهله خالص عشان هي طالعه بره التلاجة وسايحه. بعد كده بفتح من عند الظهر زي الكتاب المفتوح كده، بطلع البطروخين، بشيل البطن. بصوا كده انا طلعت البطروخ، شلت البطن، شلت السلسله خالص من الرنجايه عشان اعرف اشتغل براحتي. اي شوك بقى بطلعه، انت تسلي على الشوك كده واحده واحده طلعيه بحيث ان الرنجايه تبقى نظيفه معاكي. شيلي بقى القشره، بتطلع بكل سهوله على فكره، بس طبعا لازم تبقى سايحه زي ما قلنا، لو مجمده مش هتعرفي تشيليها. بصوا انا هنا قصيت بالمقص البطن، يعني انا بس بوريكم ان دي طريقه تانية ممكن اصلا تتخلصي من البطن خالص. شيلي بقى اي شوك، اشتغلي بس فيها شويه كده، شيلي اي شوك عشان احنا طبعا عايزين نعمل برطمان رنجه زي اللي ما بنجيبه من بره بالظبط. خلاص هنا انا معايا الرنجه بعد ما قطعتها، لا انا كده بعد ما نضفتها، انا هنا بقى كده هقطعها. بصوا زي صوابع كده. بصوا يا جماعه احنا بنجيب الرنجه من بره اللي هي بتبقى معلبه في برطمانات، دي غاليه جدا جدا جدا. انت هاتي كيلو 2 كيلو رنجه وهاتي برطمان عقميه واحفظيها، مش هتاخد منك وقت خالص، واحلى كمان من اللي بنجيبه من بره وارخص طبعا. انا بصوا كده بقطع كل كميه الرنجه اللي معايا. انا بقى كنت معقمه البرطمان ومنشفاه جدا جدا. بصوا بتدخلوه فرن يتعقم، بتغسلوه كويس جدا وبيتعقم حلو جدا، بتدخليه الفرن على درجه حراره وبيطلع ناشف تماما. بصوا بقى هنا بترصي الرنجه معايا كده، وبعديها بتحطي زيت، بتغطي الرنجة دي بالزيت، بتغطي وشها كله بالزيت وشوية خل، وممكن تعصري ليمون لو حابة. انا ما عصرتش ليمون، بس يعني هو الخل بديل الليمون، لو عايزة تحطي الاتنين ماشي مفيش مشكلة. انا بعد كده خلاص خلصت كل الكمية اللي معايا، حطيتها في البرطمان. هغطي الرنجة دي زي ما قلنا لحد الاخر كده بالزيت، وبعد كده شوية خل، وهو كده البرطمان جاهز معانا على الاكل على طول. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة.